تبدأ منين لو انت ما تعرفش حاجة، لو انت تايه ولسه في نقطة الصفر؟ عايز اقولك ان من اجمل المراحل اللي الواحد بيمر بيها وبيفتكرها قدام هي نقطة الصفر. نقطة الصفر دي مختلفة، يعني وانت في المرحلة الحالية الصفر بتاعك مختلف عن الصفر بتاع حد مثلا بقاله خبرة 20 او 15 سنة في عالم الحياة، فبيبدأ برضه من الصفر. الفكرة كلها ان انت تبدأ حيث ما اوتيت من قوة وقدرة. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي طالب بتدرس، بدايتك هتكون الدراسة هأحسن العمل فيها وهعديها كمرحلة بحلوها ومرها. وفي الأجازة لو أنا عندي متسع من الوقت في الأجازة هنزل أشتغل أي حاجة في الدنيا. كان في كده أتوبيس زمان، أتوبيس اسمه 6 كان بيروح كل حتة. أنت محتاج تركب أتوبيس 6 ده ليه؟ وأنت لسه مش عارف أنا رايح فين، فعدي على حتت كتير. خش بقى اشتغل في كافيه، اشتغل في مصنع، اشتغل في سوبر ماركت، اشتغل أي حاجة لحد ما تلاقي الله يمسيه بالخير اللي اسمه الشغف. يعني فالعمل أهم من الشغف، يعني أنت تروح تشتغل أي حاجة بقى. وبعدين في دراستك لو عندك متسع من الوقت تدرس وتتعلم حاجة دراستك ما بتديهالكش. يعني لو اللغة الإنجليزية عندك بعافية روح اتعلم إنجليزي. لو الثقافة بتاعتك لسه بتتكون اقرأ كتب واشتري كتب واسمع كتب واتفرج عليا، طبعا أكيد هفيدك بإذن الله، وناس تانية برضو أفضل مني وأحسن مني خبرة. المهم إن أنت ما تقعدش ما تعملش حاجة، ودي قوة السعي. قوة السعي إن أنت تعمل إيه؟ أيوة يا رب أعمل إيه؟ أسعى إزاي؟ اعمل أي حاجة. أهم حاجة ما تقعدش مكانك، لأنك الصفر عايزك تفضل قاعد جنبه. فعشان تطلع من الصفر سيب الصفر وقوم اتحرك واعمل اي حاجه انت شايفها قدامك بدون ما تدخل فيها عاطفه او شكل الناس هيقولوا عليا العبد الفقير اللي قدامك ده كان بيغسل عربيات من 5 سنين. يعني فسيبك من كلام الناس. على راي عمنا جورج وسوف قال لك كلام الناس كملوا انتوا بقى حبيبي. امتى يكون الزواج بالنسبه للرجل؟ الوقت اللي الراجل يبقى مش عايز يتجوز فيه ده احسن وقت ان هو يتجوز فيه. من الاخر بقى، طبعا دي وجهه نظر اكيد مش هي الصح، هي بس وجهه نظر يعني، ولكن زي ما بيقولوا كده ما ينفعش تروح تفتح مشروع وانت مش دارس اداره ولا دارس خدمه عملاء ولا دارس تسويق ولا دارس مبيعات. ما ينفعش تروح تفتح بيت وانت مش عارف ازاي تتعامل مع السيدات او مع الانثى يعني. وتقريبا ما فيش حد بيعرف يتعامل مع الانثى برضه عشان نبقى واضحين يعني. الفكره كلها ان انت قالوها كده الرفيق قبل الطريق. دور على حد يستحملك في غضبك، يستحملك في فرحك، يستحملك في رخامتك وانت تستحمله في رخامته وتستحمله في قرفه، وخدها از باكج ما تقسمش. يعني عارف انت كده في الباقه اللي هي بتاعت الاتصالات دي يقول لك مثلا 2 جيجا و200 دقيقه مش عارف لاي شبكه و100 دقيقه لشبكه ثانيه باكج. ايه افضل وقت للجواز؟ الوقت اللي انت تحس فيه ان انت عندك من القدره على، طبعا من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ان انت عندك القدره الماليه والقدره الماديه والقدره الجسمانيه، ان انت يعني بفضل الله تكون صحتك كويسه، ويعني اكيد انت فاهمني يعني. تكون عندك من الفكر ومن الوعي ان انت مش هتمشي حد على مزاجك. تزعلش مني بقى، ما تجيش تروح تقول انا هاخدها كذا عشان انت مش عارف تتحجب بعد الجواز، او هي مش عارف عصبيه او لبسها ضيق فهي هتوسعه. مفيش حد لا بيوسع ولا في حد بيضيق. خدها كده باكج زي ما هي. وافضل وقت للجواز هو الوقت اللي انت تكون معاك المال ومعاك القدره الصحيه، واهم من ده كله القدره العقليه، واهم بقى من دول كلهم ان ربنا يرزقك ببنت الحلال. روح يا شيخ ربنا يرزقك انت وكل الناس ببنت الحلال. سلام. وفي السماء رزقكم وما توعدون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ممكن توضح لي الفرق بينهم؟ خلينا نفرق ما بين بعض المفاهيم كده، ما بين الرزق وما بين بسط الرزق وما بين السعي. ثانية واحدة عشان دي مفاهيم بس مختلفة عن بعضها. أول حاجة ربنا كده بيطمنا وبيقول لنا وفي السماء رزقكم. خلي الشق الثاني بس بعدين. ربنا بيقول لك وفي السماء رزقكم. ليه في السماء رزقنا؟ لأن لو كان في الأرض كنا دوسنا على بعض. أنا مش عاجبني شكلك، ممكن ما ارزقكش، أنت شكلك مش عاجبني فمش هشغلك أو هرفدك او ايا كان. ولكن سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق. فالرزق موجود فين؟ موجود في السماء. فما فيش انسان وما من دابة الا على الله رزقها. فالرزق اللي هو الاكل والشرب اللي هي الحقوق العاديه دي مين اللي تكفل بيها؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ولكن عشان تاخد بسط الرزق ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. عشان بقى يبسط للرزق بتاعك لازم تفهم الوعود اللي هي وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب هي ايه الوعود بتاعت ربنا؟ الوعود دي كل الآيات المحكمة الواضحة الصريحة
الواضحه اللي جت في كتاب الله دي الوعود. فلو انت نفذت الامور دي هتحصل على الوعد، فيحصل بسط الرزق، فتلاقي رزقك والحاجات اللي انت عايزها بتجي لك كده زبادي خلاط. تلاقي الناس عماله تكسب مش عارف في مليارات وفي ملايين وينجحوا من نجاح لنجاح. ليه؟ هو فهم قواعد بسط الرزق. طب تعالى اقول لك وما توعدون، بعض الحاجات منها كده، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ادي وعد ربنا بيوعدك بيه، بيقول لك لو انت اعطيت واتقيت وصدقت بكلام الله وبكل الامور اللي ربنا قال لك عليها هتيسر للايه؟ هتيسر لليسرى. الوعد العكسي بتاعه بقى، ولو بخلت يعني ما قمتش واشتغلت وما دفعتش وما انفقتش وما عملتش الحاجات دي كلها واستغنيت، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، واللي هو انكر وقال لك الكلام بتاع ربنا ده يا عم كلام ايه ده كلام خلاص يعني، ده كلام دين وبتاع الناس اللي هم رجال الدين. معرفش مين اللي قال مصطلح رجال الدين، بس ما علينا هنفترض يعني، لان طب النساء اخبارهم ايه مع ربنا يعني؟ ما ينفعش تبقى سيده وعارفه الدين؟ ما علينا، مش ده موضوعنا نتكلم فيه وقت تاني يعني. ولكن انت النهارده الوعود دي صدقتها، هيحصل عمليه بسط للرزق، فتلاقي رزقك ايه؟ شغال. مش هتاخد بقى كل الحاجات دي غير لما تقوم تسعى، ولكن السعي هنا هتلاقيه اسهل بكتير جدا لما تبتدي تحصل على رزقك، اللي هو مش الاكل والشرب بس، بقى الرزق اللي هو الايه؟ البسط بقى، الفلوس والعربيات والفلل والقصور والحاجات الحلوه دي كلها. فالرزق في السماء، بسط الرزق بالوعود. عملت الوعود، هقول لك على اخر وعد يعني كده ممكن ينفع معاك. وعد ربنا بيقول لك ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اهو عملت الامر ده او الوعد ده، ورحت وانفقت من صحتك، لعبت رياضه مثلا صحتك هتبقى حلوه، رحت انفقت من مالك هيزيد. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالرزق في السماء محفوظ، هتاخده كده كده، اللي هو رزق الاكل والشرب والحاجات دي هتحصل عليها. مفيش انسان نوعا ما في الحياه غير وبيحصل على الرزق بتاعه ده. انما بسط الرزق بقى ان انت تبقى عندك بقى الغنى والحاجات دي كلها لما تصدق الوعود. ربنا يحفظك يا رب. سلام. الإحساس بإني فارغة رغم كل شيء، أبذل كل جهدي للمضي قدما ولم أعد أرغب بالعيش سوى لأنه أمر الله وقدري. اللي احنا فيه ده يا أستاذة يا فاضلة، اللي احنا فيه ده يأس. احنا كده على مشارف مراحل اليأس، اللي أنا إيه؟ مش عايز حاجة. هو أنا ممكن ما بقاش مش عايز حاجة من أي حد، بس أنا عايز حاجات كتير من ربنا سبحانه وتعالى. فلو أنا عايز حاجات من ربنا سبحانه وتعالى، المفروض إن أنا أصدق كلام ربنا ووعود ربنا وأقوم أتحرك عشانها. اليأس للأسف في سنة كده خروج بره دايرة الإله. اليأس ده فيه اعتراف مننا كبشر ان والعياذ بالله الكون ملوش حاكم. استغفر الله العظيم يا رب، يعني ما ينفعش نقول كده، بس يعني لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ربنا يكفيك شر اليأس. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ بص، احنا النهارده في اختبار في الدنيا دي، في رحله هتنتهي، يعني هتنتهي بالبلدي كده، كلنا خارجين منها. احسن لك وافضل لك انك حضرتك تستخدم كل الادوات اللي في الرحله دي عشان تساعدك تكمل في الرحله النهائيه في الجنه ان شاء الله. انا بتوقع ان احنا ممكن لو في حاجات، انت حضرتك قلت كلمه حلوه جدا، ان انت عايش الحياه دي عشان هي ايه؟ مقدره او قدر الله او الكلام ده كله. فمن الحته دي يلا نبدا ان افعال الخير من قدر الله. انزلي كده ساعدي ناس، فرحي ناس يتامى، ناس على قد حالهم، روحي دار ايتام، اعملي اي فعل خير، اعملي شوفي حد كده يعني مزنوق، لو انت في قدرتك الماليه تساعديه، هتحسي بالحياه. فالسعاده الحقيقيه في ان حضرتك تكون مصدر لسعاده ناس كتير. فسعاده حضرتك موجوده بين ايديكي، اشبه بالنضاره اللي صاحبها لابسها وقالب الدنيا عليها وعمال يدور وهي قدام عينيه. ربنا يا رب يحفظكم ويكفيكم شر اليأس والقنوط من رحمه الله. خليك مع الله، مفيش حاجه في الكون ممكن تمسك من يأس او من احباط، او لان في الاول وفي الاخر كلها تجارب ان شاء الله بنتعلم منها وبنطلع لحتت احسن كتير جدا. سلام. التشتت واني بكون تايه ومش عارف اتغير او اطلع من الدايره المغلقه، يا ريت تتكلم فيها بعد اذنك. خلينا نقول ان التشتيت جاي من عدم التركيز. اغلبنا بيبقى عايز يخرج من الدايره بتاعته بالماده، يعني مثلا في منطقه ما او في مكان ما هو قدراته الماليه دلوقتي ما تسمحلوش ان هو يطلع منها، فبيقعد يتخنق ويتضايق ويوقف كل الاسباب اللي هو يقدر يعملها عكس الماده اللي هتساعده قدام ان هو يطلع. خلينا ناخد مثال بسيط شويه. وانت بتبني عماره، او لو رحت كده المهندس او لمكتب استشارات قلت له انا عايز ابني المبنى ده، وحضرتك اشتريت الارض كويس، هتلاقيه كده هيقعد 6 شهور او 3 شهور يقعد يخطط ويعمل الرسومات الهندسيه، والدور الاول هيبقى كذا والتاني كذا والتالت كذا والارض والتراخيص، مع انك معاك تكاليف البناء ومعاك التكاليف كلها، مفيش حاجه عطلانه، ولكن المبنى ليه وقت مش هيطلع غير فيه عشان التراخيص والرسومات والحاجات دي كلها. كذلك النهارده حضرتك التشتت نوع من الاستعجال، انت عايز
عايز تطلع مبنى المفروض يقعد سنه، انت مستعجل فانت عايز تطلعه في اسبوع، فلما ما يطلعش تروح تشوف مبنى تاني، وبعدين تشوف مبنى تالت ومبنى رابع ومبنى خامس، فتخش مش عارف تقول والله انا خلاص انا هشتغل مثلا في المونتاج، وبعدين شويه لا ده انا هشتغل في المبيعات، وبعدين لا ده انا عايز اشتغل في التسويق، لا ده انا عايز اشتغل اقدم مش عارف حاجات اونلاين. انت مشتت، انت مش عارف تمسك حاجه وتخلصها. رايي عشان تعالج التشتت امسك حاجه على الاقل من 7 ايام ل 21 يوم، وعيش معاها وتعلم فيها كل حاجه. حسيت ان هي تمام وبتجيب معاك كمل فيها، ما حسيتش بالموضوع ده خليها دي خبره خدتها وروح خش فين في حاجه تانية. انما وانا قاعد في نفس الوقت عمال افكر في كل حاجه مش هوصل لاي حاجه. فاهم ازاي؟ مفيش حد ما بيتغيرش، يعني التشتت ومش عارف اتغير، هو مفيش حد ما بيتغيرش اصلا، بس احنا يا اما بنتغير للاوحش يا اما بنتغير للاحسن، لان كده مش هينفع نقف في نفس النقطه اللي احنا فيها. الخلايا بتاعت الجسم نفسها بتتغير وبتتطور. يعني خطوات التغيير، اول حاجه كده ان انا ادركت ان انا عايز اتغير، فاقوم اشوف ايه اكتر حاجه عامله لي الم ووجع وابدا بيها. يعني انا اكتر حاجه مضايقاني جدا 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 وزني، مثلا ان انا وزني زياده، ابدا بالوزن، اعمل نظام غذائي بحيث ان انا اخس. لو انا شايف ان اكتر حاجه مضايقاني ان انا مش لاقي شغل، فاقعد ادور ليل نهار على شغل. لو انا شايف ان اكتر حاجه مضايقاني اني مثلا ما بعرفش انجليزي، اروح اتعلم لغه. فابدا باكتر حاجه مؤلمه بالنسبه لك، تتخلص ان شاء الله من التشتيت، تتغير للاحسن. وخليك واثق وعارف ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فغير اللي جواك، اللي براك على طول هيتغير. ربنا يحفظك يا رب ويحفظكم وتتغيروا للأحسن. سلام.